السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا لأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح انزل لكم كل يوم فيديو جديد، خبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. استدعي اختي مكافحة المخدرات. حلوين. طيب، اكتشفوا انه انا باليمن. قالت لهم اختي في اليمن وما هي في السعودية، والسناب اللي صورتها هي باليمن. ورتهم المحادثات، ورتهم كل شيء، وانا صورت ان انا باليمن. تمام. اخذوا حساب اختي الهام. حساب اختي الهام بيني وبينها صور. انا لي صور وانا عريانة، لي صور وانا لابسة قصير، لي صور. مو للدرجة انهم ينزلوا مقاطع ليا، مو للدرجة يعني. وفين يعني الحكومة السعودية بتسوي زي كذا؟ انا لي ولد حقين تويتر اللي بتويتر بيكتبوا احسن وما احسن. احنا في ايام فضيلة. كل احد اتهمني بالظلم حسبي الله ونعم الوكيل. عمري ما راح اسامح اي احد، واحنا في ايام مرة فضيلة. انتوا نزلتوا صور لي كانت في سناب اختي محفوظة، لكن اليوم دنيا بكرة آخرة. الله لا يسامح من كان السبب، والله لا يوفقك زي ما انت نشرت صور زي كذا. واليوم دنيا وبكرة آخرة. ولدي لو جراله شيء أو نفسيته أو دخل اكتئاب نفسي ما همني أنا في زواج، ما همني في شيء. ترى ولدي سعودي زيكم، طفل سعودي. كيف تسووا في أمه زي كذا؟ بس سؤال، كيف تسووا في أمه زي كذا؟ تنشروا لها صورة زي كذا كيف؟ لا أذيتكم، لا سبيتكم. غلطتي إني صورت. ترى في البلد مسموع عندنا، بس إنكم ترسلوا صورة وأنا عريانة وتقول إحنا عيان ناس. أنت خليت فيها عيان ناس؟ وين ولي العهد عنكم؟ وين الجهات الحكومية عنكم؟ دام إنكم أنتوا دولة مسالمة، فين القانون اللي أنتوا بتتكلموا عليه؟ والسعودية خط أحمر. طب خط أحمر حتى على ولدي مواطن سعودي. حرام حطمتوه بصورة لي زي كده، نزلتوها من حساب أختي. إيش ذنب ولدي؟ أنتوا دخلتوا في خصوصياتنا. أنا لو عندي جريمة وأرجع السعودية راح أتعاقب عليها، بس إنه تدخلوا حساب أختي وتاخذوا منه مقاطع، ترى والله عيب. ربنا ما يرضى، رسولنا ما يرضى. لو أنا مشهورة وقاعدة أطلع وجهي وأتكلم وأهرج، ربنا هو اللي حيحاسبني. لا هو أنت ولا مخلوق. شيء أنا حسويه حتحاسب عليه في أي دولة أنا ماشية على قوانينها. كم من يوم مواليد السعودية وأنا فيها لا صورت قات ولا يا ريتني كمان حتى أخزن. أنا صورت وإيش كتبت؟ تخيلوا أحطه في فمي يعني، وفوق كده تنشروا لي صورة زي كده. يا أخي روح الله لا يوفقك. زي ما أنت حطمت ولدي وحطمتني، الله لا يوفقك لا في دنيا ولا في آخرة. وأنا عندي يقين كبير إنه الجهات الحكومية وحقوق الإنسان ما راح تسكت، وراح أرفع إن شاء الله بإذن الله شكوى لحقوق الإنسان الدولية، وأنشر الصور اللي عندك اللي باقي. بس تذكر إحنا في أيام مرة فضيلة، وما أقول غير حسب. أنا ماني زعلانة على أي شيء، زعلانة على المقطع اللي طلع بس هذا هو. إنه مقطع ينتشر، لا عمري أنا ما نشرت مقطع زي كذا وأنا عريانة. أنا بصور لأهلي، بصور لزوجي. مو من حقك تنشره. معناته أنت كذا رجال، أنت حميت دولتك لما نشرت زي كذا. يا أخي حدث العاقل بما يعقل. يوم يشوفونك الناس أساسا بيستحوا يوم إنك أنت تنزل أشياء زي كذا. سبني، ما اختلفنا. أتكلم، أنتقد، قول يمانية، ما اختلف. بس ترسل صورة زي كذا، يا أخي الله لا يوفقك.